له بعض الناس بوجوب الغسل، اغتسل فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. هل سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. مشاهدينا الكرام حيثما كنتم وأينما وجدتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة وجلسة متجددة من برنامجكم هل سألوا عبر الخامسة، قناة القرآن الكريم من الجزائر. هل سألوا برنامجكم اليومي الذي يجيب عن مختلف أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. نسعد أيما سعادة مشاهدينا الكرام هذه الحلقة أن يرافقنا فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بويزري، مجيبا بحول الله عن كل ما تطرحونه من أسئلة وما تتفضلون به من انشغالات. تواصلنا في فصلنا الكبير هذه الحلقات مشاهدينا الكرام فيما يتعلق بالصلاة. تحدثنا البارحة عن صلاة المرأة في ضوء الآية الكريمة: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. الحلقة بحول الله نتحدث في ظل الآية الكريمة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلوات أوقات موضوعنا الحلقة. أهلا بكم دكتور بوزيري، مرحبا بك. مرحبا أحمد، الله يبارك فيك. طيب شيخنا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم. ما حكم معرفة الوقت بالنسبة للمسلم؟ نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أيضا أسعد بوجودي معكم أخي أحمد في هذا اللقاء المبارك. ربي يبارك فيك. بدأتم حديثكم بقوله تعالى في سورة النساء: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لاحظ معي، دقق. رب سبحانه قال إن الصلاة، ما قالش صلوا. صحيح. هذه مسألة لغوية. أنا أعلم علم اليقين بأن أهل اللغة يهتمون بهذه المسائل جدا. صحيح. فأعطيني حريتي اليوم أتحدث قليلا في بعض مسائل اللغة. لك كذلك. إن الصلاة يعني كذكر بالصلاة ذكرها بالاسم، ما قالش صلوا. في الصيام ما قالش صوموا، كتب عليكم الصيام. نربط هذه الآيات التي جاءت أوامرها بالاسم ولم تأتي بالأفعال بقوله تعالى: علم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها. الأسماء ما قالش الأفعال. علماء اللغة من لطائف يذكرونها، يقول لك الأسماء ثابتة، الأسماء ثابتة، أما الأفعال فمتغيرة. سبحان الله. مثلا شخص، مثلا أخي العزيز أمامي أحمد، عنده اسم أحمد وسيبقى أحمد إلى نهاية العمر بعد طول عمر وصلاح عمل. ربي يبارك فيك. إذن ربي قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كنرجع إلى ما ذكره السادة العلماء في هذا الباب، يقولون الوقت بالنسبة للصلاة هو الوقت الذي شرعه الشارع أو الشرع الحكيم وقدره لإيقاع العبادة مطلقا. الصيام متصل بوقت معين، والحج أيضا متصل بوقت معين، والصلوات التي تتكرر في حياة المسلم دائما ليلا ونهارا إلى نهاية حياته، لقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، في آخر آية في سورة الحجر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. طيب، إذن حينما نتحدث عن الوقت بالنسبة للصلاة نقول الصلاة وهي عبادة لها هيئتها وأركانها وشروطها إلى آخره، يجب إيقاعها في وقت محدد شرعا، في وقت معلوم. القرآن الكريم تحدث بشكل مجمل عن الأوقات، كيقول رب سبحانه مثلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس مثلا، يعني إلى غسق الليل. يعني رب سبحانه ذكر غسق الليل، ذكر دلوك الشمس إلى آخره. المقصود بدلوك الشمس معناه حينما تميل الشمس عن كبد السماء، عن وسط السماء. هناك آية تحدثت
وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، معنى هناك إشارات مجملة في كتاب الله العزيز تتحدث عن أوقات الصلاة، ولكن جاءت السنة مفصلة كما سنتحدث قليلا بعد حين. إذن فإجابة عن سؤالكم مباشرة أقول حكم معرفة أوقات الصلوات فرض كفاية، ما هوش فرض عين. حنا مريحين نسمعوا الأذان نستجيب الأذان، فبالتالي سمعنا الأذان نصلي والسلام. فبالتالي هل كل إنسان مسلم ملزم بألا يقلد غيره، بألا يسمع لغيره؟ الجواب لا، هو فرض كفاية قام به البعض سقط الإثم عن الجميع وسقطت المسؤولية عن الجميع. من المسؤول عن الأوقات هنا؟ طبعا في عموم الحياة، في عموم يعني حياة الناس نقول المؤذن. تقول الدليل، قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد هو الإمام أبو داود وغيرهما، قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. حديث يعني بجوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. مسؤولية عظيمة صحيح. يعني أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون كما ورد في الحديث، المؤذنون أطول الناس أعناقا. هذه من الفضائل والدرجات التي ينالها المؤذنون في جنات النعيم، ولكن لا ننسى أنها أمانة ومسؤولية. لذلك الفقهاء من الشروط التي يشترطونها على المؤذن الأمانة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. المقصود بذلك أنه مؤتمن على المواقيت، مؤتمن على الالتزام بالمواقيت، فلا يرفع الأذان إلا بعد أن يتيقن من دخول الوقت. هذه قاعدة مهمة، بمعنى لو صلى الإنسان صلاة قبل وقتها فقد خالف الآيات ذكرناها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والمؤذن باعتباره أمينا ومؤتمن على الأذان للحديث النبي عليه الصلاة والسلام والمؤذن مؤتمن عليه أن يتحرى وأن يدقق في دخول الوقت، فلا يرفع آذانه إلا بعد أن يتأكد من دخول الوقت. هذا إذن حكم معرفة الأذان فرض كفاية. يستوقفني هذا الحديث النبوي دكتور سعيد، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن بالذهاب إلى واقع الناس. كثيرا ما يعتقد أن المسألة تتعلق بواجب يتعلق بوظيفة معينة، ولكن لماذا هذه التسمية للمصطفى صلى الله عليه وسلم وهذه الشهادة والإشهاد أمام الناس إلى يوم الدين؟ الإمام ضامن، المؤذن مؤتمن. كيف تتحدد المسؤوليات لمعرفة مواقيت الصلاة التي يفطر الناس عليها في رمضان في صلاة المغرب أو يصلون أوقاتهم في أوقات أخرى؟ كيف تتحدد المسؤوليات من خلال هذا الحديث الشريف؟ نعم، بارك الله فيك، سؤال دقيق ومهم جدا. أولا ما نلاحظه على هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل جميع الناس مسؤولين، يعني القائمين على هذه الشؤون. الإمام ضامن فهو مسؤول وهو مكلف، له تكليف، له التزام، ويتكامل مع المؤذن، والمؤذن مؤتمن. المؤذن مسؤول عن الأذان، يدقق ويتحرى وقت دخول وقت الصلاة ليرفع الأذان، ويرفع الأذان بشروط أخرى، أنه القيام، شرط القيام، شرط الطهارة، وأشياء كثيرة. على كل حال ذكر الفقهاء وأنه يتحرى المكان العالي المرتفع، وإن كان الآن مكبر الصوت يعوض ذلك، في تفاصيل فقهية في هذا الباب لا ندخل فيها. فهو إذن مؤتمن بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى أمانة. لاحظ معي كما ذكرت في سؤالكم بارك الله فيكم، خاصة في رمضان يعني ممكن المؤذن إذا غلط يأذن قبل أذان المغرب، قبل وقت المغرب، فبالتالي يساهم في إفطار الناس تفطر قبل وقت الوقت المشروع للإفطار. أخواتنا الصائمات عندما يكون يترتب عليهم قضاء يعتمدن المغرب حتى في الأيام العادية، حتى في الأيام الأخرى، ليس فقط في شهر رمضان. في شهر رمضان يعني معظم المسلمين أو كل المسلمين إلا أصحاب الأعذار، ولكن كما قلتم بارك الله فيكم حتى في سائر الأيام وفي سائر الشهور كاين اللي عنده قضاء، كاين من الرجال ومن النساء على وجه الخصوص. طيب بالنسبة للإمام أيضا ضامن،
على أن يقف أيضا على أحكام الصلاة، ويعرف أحكام الصلاة، ويعرف الوقت الضروري والوقت الاختياري كما سنشرح بعض المسائل بعد حين، ويعرف الأركان، ويعرف المندوبات، ويعرف المستحبات، ويعرف كيف توقع الصلاة، ويعرف كيف يعلم الناس لأنه عنده مسؤولية. صحيح. فبالتالي الإنسان الذي يأتي هو اللي عنده مسؤولية أكثر، اللي يصلي وراء الإمام. النبي عليه الصلاة والسلام حين قال في حديث آخر، والأحاديث يعني كل حديث يشرح الآخر، كي قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. في حديث صحيح إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيأتي المأمومون فيصلون وراء الإمام وكلهم راحة واطمئنان، حتى أنه ما يفكر واش من الركعة الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا ما يفكر في هذا الشيء. الإمام يتحمل المسؤولية، فهو ضامن. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بنى هذه الأحكام على التكليف وتشريف الوقت نفسه، ولكن متى يحظى بمقام الشرف بمقام التشريف؟ إذا أدى كل إنسان مسؤوليته. ويأتي الحديث الجامع كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. أحسن الله إليك دكتور سعيد. نقطة تستحق أن نقف عندها: الأذان، أوقات الصلاة وعلاقتها بحياة الناس. الإمام ضامن، المؤذن مؤتمن. حالات في مساجدنا يكون فيها أحيانا المؤذن غير موجود، الإمام يقول هذه ليست من مسؤولياتي، ولكن وقت الصلاة يحاسب الجميع. كيف نتقاسم الآثام دكتور سعيد؟ نحن نعلم بأن فرض الكفاية كما قال العلماء، أيوة. إذا لم يقم به البعض سقط الإثم عن الجميع. أيوة. فبالتالي إذا كان في مسجد مثلا المؤذن غير موجود، الإمام يتحمل المسؤولية كاملة، مدام ينتقل عبء المسؤولية إلى عاتقه فيتحمل كامل المسؤولية، وهو الذي يعين. هو الذي يعين. يعني قد يندب أحد المصلين الذي يلمس فيه إرادة وقدرة وأهلية لأداء الأذان، وربما حسن الصوت، هذه أيضا من مندوبات الأذان كما نعلم من ناحية الفقهية، لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، من الحديث ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عن بلال بن رباح. فبالتالي إذن الإمام هنا يعين أحد رواد المساجد، يقول معلش أنت تؤذن لهذه الصلاة لعدم وجود المؤذن. فبالتالي ينتقل العبء إذن إلى الإمام. وإذا غاب الجميع فالمسلمون مسؤولون. رواد ذلك المسجد في تلك القرية أو في ذلك الحي عندهم مسؤولية شرعية باش يرفعوا الأذان، لكي لا يحرم الناس الذين ينتظرون في بيوتهم رفع الأذان. ثم أن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام العظيمة، فهذه الشعيرة العظيمة لا يصح بأي حال من الأحوال أن تعطل في حياة الناس مهما كانت الظروف والأحوال. أحسن الله إليك دكتور سعيد بوزيري، وشكرا جزيلا على هذه الوقفات على أوقات الصلاة. هل سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. فاصل ونعود. كتاب كلامه تاج الكلام وقدره جاء. تزخر بلادنا بقراء شباب جمعوا بين الصوت الشجي والوقوف عند الأحكام في قراءة القرآن الكريم. إبرازا لهذه الطاقات الشابة يشرع التلفزيون الجزائري من خلال قناة القرآن الكريم وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في إجراء الأدوار الأولى لتصفيات منافسة تاج القرآن. فعلى الراغبين في المشاركة الاقتراب من مديرية الشؤون الدينية لولايتهم، وذلك في أقرب الآجال. كتاب كلامه تاج الكلام وقدره جاوز هام الغمام. هل سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. نتواصل معكم في هذا المباشر إجابة وتفاعلا مع كل ما تطرحون. البريد الإلكتروني للبرنامج نادية يظهر بين الفينة والأخرى على الشاشة، تواصلوا معنا عليه، وشكرا على صدقكم وعلى ثقتكم في البرنامج. أرقام الهواتف تظهر على الشاشة، تواصلوا معنا، نحن في خدمتكم. دكتور بويزري، نبدأ على بركة الله بالرسائل الإلكترونية لمشاهدينا. أنا شاب جزائري من مدينة مستغانم، لدي سؤالين أود معرفة رأيكم من الناحية الشرعية. أنا متزوج منذ 4 سنوات وليس لدي أطفال. نصحني الأطباء بالتلقيح الاصطناعي في مدينة وهران،
فهل التلقيح الاصطناعي يجوز أم لا؟ نعم، من رحمة الشريعة الإسلامية، نفيد الأخ الفاضل هذا الشاب من مستغانم، من رحمة الشريعة الإسلامية أنها أجازت اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي عندما لا ينفع التلقيح الطبيعي. نعم. الإنجاب إذا تم طبيعيا فذلك أحسن، ولكن إذا لم يتم ذلك بشكل طبيعي فلا حرج من ناحية الشرعية إطلاقا بارك الله. من اللجوء إلى هذه الوسيلة العلمية، التلقيح بوسائل طبية، ولكن بشروط. أيوة. الشرط الأول أن يتم هذا التلقيح برضا الزوجين، الراجل مع المرأة. أخي أحمد، في أي سؤال نعطيه الأولوية للأسئلة؟ تفضل. نعم. الله يبارك فيك، زد فضلك. فالشرط الأول أن يتم هذا التلقيح الاصطناعي الطبي برضا الزوجين. نعم. معنى الراجل الزوج مع الزوجة يتراضاه، أيوة. هذا شرط مهم، بلا إجبار. لا الزوج يفرض بلا الزوجة إجبار. ولا الزوجة. نعم، لازم يكون برضا. نعم. قال بعد ما لجوا الأطباء إلى آخره وشافوا باللي بالناحية الطبيعية لا يمكن الإنجاب، مع وجود احتمال أو إمكانية الإنجاب من ناحية الطبية. أيوة. فبالتالي إذن شرعا ليس في ذلك حرج، يجوز باش يلجؤوا للتلقيح الاصطناعي، ولكن برضاء طرفي، خاطر هناك أدوات طبية تستخدم ويؤخذ ماء الزوج ويلقح به يعني بويضة المرأة وهكذا كما سنشرح الآن. إذن الشرط الأول رضا الزوجين. الشرط الثاني أن يتم بماء الزوج وببويضة الزوجة، يعني لا يجوز الاستعارة في هذا الباب. لا حياء في العلم. تفضل. لا حياء في العلم. الدرج يقول لك لا حياء في الدين، وهي لا الحياء من الدين، هذا تصحيح يعني. أيوة. الحياء من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء خير كله، وفي حديث آخر يقول الحياء لا يأتي إلا بخير. طيب، نقول بأن الشرط الثاني لازم يتم بماء الزوج وبويضة الزوجة، الشرط الثاني. الشرط الثالث، وطبعا هو يعني ناتج عن هذين الشرطين، لازم يكون عقد الزواج صحيح، صحة عقد الزواج، صحة عقد الزواج. الشرط الرابع وهو مهم أيضا، أن يتم هذا التلقيح حال حياة الزوجين. هذه مسألة في غاية الخطورة والأهمية. الآن أخي أحمد التكنولوجيا أحرجت الناس كثيرا. يعني ممكن ما يسمى بالبنوك الآن، ممكن يكون بنك يحفظ ماء الرجل، ماء الزوج، بعد وفاته بعامين 3 سنوات ممكن الزوجة نتاعو هذه الأرملة تروح تجيب هذاك الماء وتروح للكلينيك، العيادة المتخصصة، ويديروا لها عملية نتاع التلقيح الاصطناعي، وتقول للناس هذا الابن أو هذه البنت من زوجي بعد وفاته. لا، الشرع هنا يتدخل، يبيح ولكن بضوابط. هذا ضابط مهم وخطير. علاش نأكد عليه أخي أحمد؟ أن التكنولوجيا إذا كان واحد استخدم تكنولوجيا بغير ضوابط، بغير عواصم، يوقعوا في المحظور، يوقعوا في الحرام. لذلك الشريعة ضامنة، والشريعة عاصمة من جميع هذه القواسم التي قد تقع. إذن هذا شرط أساس جدا، معناه أن يتم التلقيح الاصطناعي حال حياة الزوجين، الزوج والزوجة، بارك الله. وحال قيام الحياة الزوجية. يعني إذا كان بعد طلاق مثلا أو تطليق أو خلع من شيء القبيل فلا. وهناك شرط خامس ضروري جدا، لا يجوز ما يسمى باستخدام الأم البديلة. أيوة. يعني يسموها بالفرنسية لا مير بورتوز، أو لي مير إذا كان مجموع، لي مير بورتوز. معناتها لا يجوز واحد باش يشوف مرأة معينة يكريو البطن نتاعها ولا الرحم نتاعها باش يديروا عملية تلقيح في بطنها. معناه ماء الزوج وبويضة الزوجة، ولكن التلقيح يكون في
رحم أخرى، ما يسمى باستئجار الأرحام. أيوة. للأسف الشديد يعني أقول هذا الكلام بكل صراحة، أنه في بعض الدول العالم الغربي خاصة وين ما يعطيوش قيمة الأمور الشرعية، كاين ما يسمى بظاهرة تأجير الأرحام. أيوة. مع أنت تجي امرأة تأجر الرحم نتاعها. للأسف يعني شوف التكنولوجيا وين وصلت، ولاو ماشي الناس يكريو غير الحوان، تكريو ديور، تلقى امرأة تكري الرحم نتاعها، وهذا في قمة الإهانة للمرأة. هذا أمر مرفوض بجميع المقاييس، بالمقاييس النقلية، بالمقاييس العلمية، بالمقاييس الأخلاقية. كيف يعني المرأة تتأجر الرحم نتاعها كأنه حانوت كأنه، ولكن إلى أي مستوى؟ وأعلم هذا الكلام علم اليقين. إذا كان نقول شريعتنا الغراء تقول ممنوع، ممنوع لي بورتوز، هذا ممنوع واحد يروح يكر رحم الأخرى، امرأة أخرى. وممكن تقول لي عليه في البلدان الغربية، يقول لك باش المرأة الزوجة نتاعو تحافظ على رشاقتها. وعندنا كوارث كثيرة، وتبعت هذا الملف يعني بدقة، وين المرأة تروح تكري مثلا استئجار رحم معينة، نهار الإنجاب تجي مع زوجها ترفدوا لي فلورها كما نقول الورود، يروحوا للعيادة الطبية باش يخلصوها، إذا تفهموا مثلا على 20,000 دولار مثلا، يخلصوا هذيك الأم الحامل بين قوسين ويدوا المنتج ويديوا هذاك الطفل. وأحيانا تقع هناك مشكلات حقيقية وتصل إلى المحاكم. هذيك المرة اللي حملته 9 شهور كما نقولوا بالدارجة ربت عليه الكبدة، تقول لهم والله ما تديوه حتى تزيدوا لي كذا وكذا، وإلا نقتل ولا ندير فيها كاش حاجة. صار مشاكل كثيرة جدا. يعني كل ما التكنولوجيا هذه ولا هذه العلوم الطبية وكذا كلما تملصت عن قواعد الشريعة وعن أحكام الدين، كلما وقع الناس في حرج وفي حرج شديد. لذلك يأتي هذا الشرط الخامس، يمنع استئجار الأرحام. وأبشرك أخي أحمد وأبشر جميع المشاهدين أن المشرع الجزائري تبنى كل هذه الشروط. جميل. تبناها في المادة، لمن أراد أن يعود في المادة 45 مكرر جابها بالتفصيل، واسمها هذه الأم البديلة. أعتقد الجواب هكذا واضح. أحسن الله إليك دكتور، شكرا جزيلا. أسئلة أخونا من مستغانم مازال باقية. قال لك أنا أتأخر دائما عن صلاة الفجر بسبب التعب والإرهاق الجسدي إلى ما بعد طلوع الشمس، ماذا أفعل لأكفر عن هذا الذنب؟ هل ثمة كفارة أو ما شابه ذلك؟ نعم. أولا اليوم تحدثنا عن وقوت الصلاة. بالمناسبة إذا كانت تسمح لي أخي أحمد نقول ما دام ذكرت وقوت، الإمام مالك ربي يرضى عليه في الموطأ كتب هذا العنوان وقوت الصلاة، ما قالش أوقات. أيضا أعود إلى أهل اللغة. لا نفهموها الآن وقوت فهموها. الصلاة. نعم. طيب طبعا نحن نقول وقت جمعها أوقات. نعم. هكذا، وهذه جمع قلة، ولكن الإمام مالك كان ذكيا جدا، استخدم جمع الكثرة على وزن فعول رضي الله عنه وأرضاه. ما قالش أوقات الصلاة، قال وقوت الصلاة، استخدم جمع الكثرة على وزن فعول، لا جمع القلة أوقات على وزن أفعال. ذلك يعود لأسباب ألخصها في سببين. السبب الأول أن استخدم كلمة وقوت الكثرة لكثرة الأجر. أيوة. فهي 5 في العمل و50 في الأجر. الله أكبر. وهذه من رحمة الله عز وجل. احنا عارفين قصة المعراج نتاع النبي صلى الله عليه وسلم حينما فرض هذه الصلوات في رحلة المعراج السماوية. فتعرف القصة اللي صارت بين النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا موسى إلى آخره، وفيها تفاصيل. المهم في الأخير هي 5 في العمل، نوصل ل5 صلوات، ولكن الأجر نتاعها 50. نعم. والسبب الثاني أن الصلوات تتكرر في حياة المسلم، ما يصليش مرة ولا مرتين وبعدين يصلي كل 20 سنة يصلي يوم، لا. احنا صلاتنا دائما، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، تتكرر باستمرار ليلا ونهارا إلى انقضاء الأجل. إلى انقضاء الأجل. نعم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. فردنا على السؤال الأخ من مستغانم، تأخر عن صلاة الفجر. طبعا قد يقع الإنسان أنه أحيانا يعني ينام، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا أحاديث في هذا الباب ترفع الحرج عن المسلم النائم عن الصلاة. بمجرد ما يستيقظ يؤديها. وجب. نعم تجب، لأن وقت حينما كان نائما يرفع عنه القلم. في الحديث الصحيح رفع القلم عن 3، منهم النائم حتى يفيق أو حتى يستيقظ في حديث آخر. إذا ما دام رفع عنه القلم
فلا يأثم في ذلك الوقت. وهذا يدعمه حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. طبعا هنا نساء رقد نساء وإلى آخره. فالنوم عذر من الأعذار المبيحة لتأخير الصلاة، ولكن بمجرد ما يستيقظ أول ما يشرع فيه هو قضاء يعني الصلاة الفائتة. طيب، وتلك كفارته وكفارته هو التوبة فقط، لأنه الأصل أن الصلاة مرتبطة بوقت معين، عندها وقت أداء بوقته الاختياري ووقته الضروري. ربما هذه المسألة سيشرحها إخواني في مستقبل الأيام. فوقت الأداء ينقسم إلى قسمين: وقت اختياري ووقت ضروري. والوقت الاختياري كاين أيضا قسمان أو نوعان، ما يسمى بوقت فضيلة ووقت توسعة، في تفاصيل فقهية دقيقة جدا لا أدخل فيها. المهم أنه الإنسان إذا كان استيقظ يتوب لرب سبحانه عز وجل، رغم أنه له عذره، ولكن مع ذلك كفارته أن يتوب ويجتهد في إيقاع صلاته أو صلواته في الوقت المناسب. والتائب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من ذنب كمن لا ذنب له. ويكون حريصا على أداء صلواته في الوقت بالاجتهاد والتدريب المستمر إلى أن يلتزم بأوقات الصلاة دائما وأبدا. أحسن الله إليك دكتور سعيد، وشكرا جزيلا على ما تفضلت به. أختي دليلة من مسيلة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك، تفضلي. أولا نشكركم على هذا الحصة، بارك الله فيكم. واجبنا يعني راكم نورتونا بزاف، كنا جاهلين حوايج ما نعرفوهاش دوك تعلمناها. يعطيكم الصحة. الله يبارك فيك. وعندي 3 أسئلة. تفضلي بهم على كاينة بركة. مرأة رجلها ميت وتخدم الكاطو في الدار، تشيل كلش من عندها وتخدم الكاطو في الدار وتبيع برا. ومرات يخلوا لها لي بوغبوار، ما يشدوش من عندها الصرف، ما هي تبيع تخرج تبيع في كاطوها. ايوه. اسكو هذا حلال ولا حرام دوك الدراهم اللي راها تشد فيهم؟ ايوه. السؤال الثاني، عندي في الدار عندي 2 عيون تعمى، عين عقب عليها الكونتور نخلص فيها، والعين الاخرى مش عاقبه على الكونتور. اسكو هذيك العين اللي مش عاقبه على الكونتور نستهلكها ولا لا؟ يعني حرام ولا حلال بنستهلكها؟ أيوة. ماشي نخلص عليها. ايوه. والسؤال الثالث على صلاة الفجر. كنت تهضروا دوك على الصلاة. مرات واحد يفطن ويلقى النهار شوية طالع، يعني قبل الشمس، في هذاك لو مومون اسكو يصلي ولا يستنى حتى تطلع الشمس باه يصلي صلاة الفجر؟ يعني ينوض يصلي ثم ولا حتى تطلع الشمس؟ بارك الله فيكم. سيدة دليلة، راكي تقصدي صلاة الصبح الفريضة؟ فجر وبعد الصبح. أيوة، فجر وبعد الصبح. نجاوبك ان شاء الله سيدة. صح، ربي يعيشكم وربي يحفظكم. الله ينورك. شكرا سيدة دليلة. وسبحان الله يعني أن تجد شيخنا سعيد ناس هكذا بهذه الفضيلة، يسأل على ماء عين في وسط داره ما عليهاش عداد. هل الناس راهي ما شاء الله. ربي يحفظكم ان شاء الله. اخت دليلة من المسيلة وربي يكمل عليك بالخير. نبدأ بأسئلة الأخت دليلة. دكتور سعيد، امرأة زوجها توفي، الله يبارك فيها، ما زالت تكد وتجد وتعمل، ولكن تسأل على هذا الصرف الهامشي اللي راهي تديه. واش رايكم شيخنا؟ الله يبارك. أولا يعني نثمن هذا الجهد من قبل هذه المرأة، وأنها مسؤولة حقيقة، رغم أن زوجها طبعا ميت، ولكن هي تعمل ما يتناسب معها وما تستطيعه. تدير القاطو حلويات في البيت وتبيع، معناها تكد، تجتهد، تعمل، تبذل الجهد في حدود الطاقة والإمكان. والناس يخلوها يسمى بوربوار، هذيك الزيادة نتاع الصرف ما عندهاش حتى حرج، لأنه هذاك عبارة عن هدية، عبارة عن هبة، طيب خاطر وتشجيع. ربما إنسان يشوف هذا الوضع يعني يقول هذا المرة الله يبارك راهي تجتهد وراهي تخدم كذا، فبالتالي نفسه يعني مرتاحة مطمئنة إلى أن يتنازل عن هذيك الصرف كما قولوا. إذا كان مثلا باش يخلص 50 دينار ولا مثلا مد 60 دينار، ولا باش يخلص مثلا 48 دينار يمدها 5000، يقولها معلش خلي هذيك 40 دورو. هذيك الأمور الزيادة هذيك ليس فيها أدنى حرج، لأن صاحبها تنازل عنها عن طيب خاطر. جميل. الشيء اللي مش مليح والإسلام وصى عليه ما يؤخذ بسيف الحياة. أيوة.
والله العظيم يا أخوي أحمد، يعني واحد كي يشوف هذا الدين تاعنا خاصة يربينا، مش فقط الأحكام الشرعية فقط، مش فقط الأحكام الشرعية قال صلي وما تصلي وصلي وصوم وزكي وهذا وقت كذا وقت كذا، فهذه صحيح تضبط أوقات عبادتنا وغيرها وكذا، ولكن الشريعة أيضا تهتم بالجانب الخلقي، بالجانب الذوقي، بالجانب الأدبي، ليرتقي الإنسان في مدارج الكمال البشري. فبالتالي إذن الشيء اللي ممنوع في مثل هذه الأمور سيف الحياة. مثلا يجي واحد يمدلو 10,000 مثلا، هو باش ياخذ 9500، هذاك صاحب الدكان يقول له خليها لي، خلي 100 دورو هذيك، خليها لي. إذا قال هذا الكلام وهذاك المشتري يحشم ويخليها، خليها مش بطيب خاطر، هذا مش مليح. أيوة، هذا لا يصح عليه بسيف الحياة، لأنه بسيف الحياة الحياء كله خير إلا نعم نعم، هذا لا يصح. أما أنه إذا كان واحد راه يشتري هذا القاطو وهذه الحلويات وبعدين تنازل عن جزء من ماله على وجه التبرع عن طيب خاطر، حلال عليها، قل لها ما عندها حتى شك، وهذاك مال حلال صافي نقي لا حرج. الله يبارك فيك دكتور سعيد. عين بعداد وعين داخل البيت بلا عداد، فهل ما تشربه من عين لا عداد؟ السيدة دليلة حفظها الله وبارك فيها لا يجوز لها؟ نعم، أولا أنا أيضا أشكرها جزيل الشكر كما شكرتموها أخي أحمد على حرصها، لأنه الإنسان المسلم يكون ورع. الورع هذا مهم جدا. أو رب سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم في آية صريحة واضحة: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أحسن الله. بالباطل. فبالتالي هذه الآية العظيمة فيها كل شيء، كل ألوان أكل الأموال بالباطل، سواء أموال الخواص ولا أموال نتاع الدولة ولا نتاع الشعب. خطر من أخطائنا في مجتمعاتنا الإسلامية عموما والعربية خصوصا نقول هذا نتاع بايلك. أيوة، نتاع بايلك، فبالتالي يستهلك تريسيتي، ربما يزور في العداد ولا يعطله تماما. ملك البايلك، نتاع ملك البايلك. ولا العداد الكونتور نتاع الماء، هو كان اللي عندهم تقنيات عالية المستوى يعني في التعطيل ولا في التزوير ولا شيء من هذا القبيل. نقول له كل هذا لا يجوز، لا يجوز شرعا بأي حال من الأحوال. والإنسان كما قدرت الأخت دليلة جزاه الله خير، أنه هذاك العداد اللي فيه كونتور أو راه يحسب وفق المقادير، وفق الرسوم نتاع الماء معروفة في الجزائر، فبالتالي تجي الفاكتورة واحد يخلصها. إذا كان شرب هناك تجاوز، هناك أخطاء من قبل المؤسسة المختصة بتوزيع المياه وكذا إلى آخره، لها الحق أن تطالب بحقها وأن ترفع شكواها عادي. ولكن في الوقت نفسه نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. بعض الناس يقول كانوا ظلموني في الفاكتورة تاع تريسيتي نعوضها في نتاع الماء. يحدث ذلك. إذن يا جماعة الخير نقولوا هذا لا يجوز، لا ضرر ولا ضرار، يعني ما تضروا ما تقابلوا المضرة بالمضرة. وإلا قراو مذان أسيني كيني ظلمني ذي تريسيتي نكدر غتصار ذو قوامان، نظلمني ذي الغاز نكدر غتصار ذي تريسيتي وري جوزالة. أين إلا ذي الحلال ذي الحلال، أين إلا ذي الحرام ذي الحرام. خاطر ما إلا كونتورني وثي ولا، ولكن سيدي ربي ولث. صح. ربي سبحانه يعلم السر وأخفى. نتفكروا هذيك اللي كبائعة اللبن في عهد عمر الخطاب، نهار اللي قتلها بنتي خلطي الماء مع الحليب مع اللبن باش نبيعوه، وبعدين هي قالت لا كيفاه يعني ما نقدرش، لا يجوز. عمر لا، خاطر عمر أعطى أمر باش ما يكونش هناك غش في اللبن. قالت ولكن عمر ما يشوفناش. قالت إذا كان عمر ما يشوفناش يعني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فإن رب عمر يرانا. الله. هذا الذي يستحضر الله عز وجل، لأنه كي يقول التقوى، واش معنى التقوى؟ أن نستحضر وجود الله في كل زمن وفي كل مكان. النبي عليه الصلاة والسلام كي قال في الحديث الصحيح اتق الله حيثما كنت. حيثما هذه زمكانية كما يقول أهل اللغة. زمكانية يعني اتق الله في كل زمن وفي كل مكان. ماشي كما ذاك اللي يصوم في الجزائر كي يروح لباري يقول لك أنا هنا في ناكل باش نبان سيفيليزي،
مع لي باريزيان وكذا إلى آخره. وربي سبحانه موجود في فرنسا، في أمريكا، في السعودية، في الجزائر، في كل مكان. الله ربي سبحانه يلاحظ. الأخت دليلة بارك الله فيك على سؤالك. العين هذاك اللي ما عندهاش عداد لازم تصحيح الوضع. تصرحوا بهذاك العين، يكون تصريح من أجل المصلحة المختصة، لا سونادوك المختصة في هذا الموضوع، من أجل باش يوضعوا عداد لتلك العين. هذا مكان، ولا يربطوها بطريقة فنية تقنية إلى عدد واحد. نعم. عدد واحد، وبعدين ديروا روبينيوات، هذيك الحنفيات ديري وين تحبي، ديري في البحيرة، ديري في البيت، ديري في الكوزينة، في كل مكان. وبارك الله فيك، جزاك الله خير الجزيل على هذا الورع. والله فعل حضاري دكتور صراحة. نعم. يعني أن تجد منا وبيننا والسيدة دليلة بهذا الوعي هذا، نقدر إن شاء الله نأسسه على الأقل إلى شيء حضاري. تسأل على الصلاة، ولكن قبل ذلك الأخت فايزة من العاصمة. أخت فايزة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نقدر نسأل الشيخ سؤالين يفضلك؟ أكيد تقدري، تفضلي أختي فايزة. عندي سؤالين. السؤال الأول هو عندي على الزوج تاعي. كيفاش نقول، دخل في أمور ماشي مليحة. حبيت نشوف اسك نقعد معاه مع كامل هذا الشيء اللي راه يدير فيه، ولا طلب الطلاق، ولا كلام اليتيم، ودخل في الكبائر والعياذ بالله. علما أني أنا امرأة تصلي، تداوم على الصلاة، ونقرأ القرآن بزاف، وندعي له. بارك الله فيك. دخل في امور ما. اختي فايزه، باش نقولها، اختي فايزه، عنده خوته كبار، عنده ناس يقدر يسمع. للاسف الشديد، كما نقولوا حنايا من طينه واحده. طيب اختي فايزه، ان شاء الله يدير ربي خير. وسؤال ثاني. عندك اولاد سيده فايزه؟ عندي زوج. طيب. عندي زوج دراري، واحد 9 سنين وواحد 6 سنين. ربي يحفظهم ان شاء الله. سؤالك الثاني. السؤال الثاني، انا كما قلت في الاول، امرأة تصلي، تداوم على الصلاة، نقرأ القرآن بزاف، ونذكر ربي بزاف، بصح مانيش لابسة حجاب. ربي يحفظك ان شاء الله. انا حابة نعرف كيفاش. هذه اسئلتك. هذا هو السؤال. ربي يحفظك. صح اخويا. ربي يحفظك ويهنيك ان شاء الله. نجاوبك اختي فايزه، ربي يبارك فيك ويهنيك. وعليكم السلام ورحمه الله. اخت دليله، تصلي مرات، ولكن أحيانا تطلع الشمس كما أشرنا كحال أخونا من مستغانم، ولكن هي تقول لما تجد هذا قبل طلوع الشمس هذاك الضوء، تصلي الفجر أولا ولا الصبح أولا شيخنا سعيد؟ نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. يعني نعطي مثال بالمثال. مثلا إذا كان واحد باش يصلي صلاة العصر، توضأ، وطبعا إذا كان صاحب العذر، لأنه لا يجوز تأخير الصلاة إلى الوقت الضروري إلا لعذر. الحقيقة هناك 10 أعذار أساسية الوقت لا يسمح باش نفصلوا فيها. المهم إذا كان لأرباب الأعذار، لأصحاب الأعذار، فبالتالي الإنسان توضأ وصلى ركعة واحدة من العصر، أدرك ركعة واحدة من العصر، وثلاث ركعات الأخرى بعد المغرب. يعني هو صلى ركعة بسجدتيها، ركعة تامة يعني، وسمع الأذان يرفع لأذان المغرب، فبالتالي مع ثلاث ركعات هذه كل الآخرين صلاهم بعد خروج الوقت الضروري. نبينا صلى الله عليه وسلم بشر هذا المصلي صاحب العذر الذي أخر صلاته إلى ذلك الوقت الضروري لعذر، قال: فقد أدرك الصلاة. صلى الله عليه وسلم. إذن والحديث قياس. فبالتالي ما دام هي قالت في سؤالها قبل الشمس، صلي ركعتين خفيفتين رغيبة الفجر، صليهم، ثم تصلي الفريضة. ولكن إذا كان غلب على ظنها أنه يفوتها وقت الفريضة، لو صلت الرتيئة، لو صلت الرغيبة اللي هي رغيبة الفجر كما يسميها فقهاء المالكية، فبالتالي هنا تعطي الأولوية مباشرة للفريضة. وبعد الشروق
بعد الشروق بمدة، ثم تصلي صلاة الرغيبة. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا دكتور سعيد وأحسن الله إليك. هذه إجابات أختنا دليلة من المسيرة. إلى أختنا فايزة من العاصمة. سيدي الكريم، حال يعني زوج بهذا المواصفات، وكنت أتمنى أن يكون، لأنه يبدو أن السيدة فايزة إذا من طينة طيبة، إذا كان زوجها طينته نوعا ما لم تجد كيف تصالحه، ولكن يبدو أن طينة عائلتها جيدة. هي تقول: هل من حقها شرعا أن تطالب بالانفصال؟ نعم. الجواب: أولا بارك الله فيها الأخت فايزة حريصة باش تحافظ على استقرار بيتها. وصحيح يعني المرأة الجزائرية سبحان الله، ما هوش أقول هذا على الهواء مباشرة افتخارا بالمرأة، نقول المرأة المسلمة عموما والجزائرية خصوصا، أقولها بقناعة تامة، عندها حرص شديد على المحافظة على الأسرة، على المحافظة على الزوج، المحافظة على البيت من الدمار. فيا ريت يعني الرجال اللي عندهم زوجات كما هذه الله يبارك يسرعون في التوبة على طول، يتوبوا لرب سبحانه عز وجل، يغلقوا الملف ويغلقوا الملف نهائيا. ولا يجوز تأخير التوبة. السادة العلماء قالوا: تأخير التوبة إثم يحتاج إلى توبة. إذا نقولها بارك الله فيك الأخت فايزة على حرصك، وراك تدعي له، تقول راني ندعي له، وهذا شيء آخر. ما يش تدعي له دعاء الشر، ما يش تقول له أرواح كما يقولوا نطلعك ونهبطك في المحاكم. بالعكس، راهي تريد هداية هذا الزوج. دخل في أمور ماشي مليحة، هكذا قالت بالحرف الواحد. من ضمن هذه الأمور أنه كان يمارس الكبائر، يرتكب الكبائر، ومنها ذكرت أكل مال اليتيم. المهم جزاه الله خير، يعني مش باغي تذكر بعض الكبائر اللي كان يرتكبها. أنت سألتها جزاك الله خير أيضا على سؤالك: هل عنده خاوته وكذا ربما ينصحه؟ قالت: كتينة واحدة وعندها ولدان، واحد 9 وواحد 6 سنين. الجواب: ننصحك بالآتي، أنه أولا دعي له. الدعاء في ظهر الغيب إن شاء الله مستجاب. دعي له أكثر من الدعاء، وربي على كل شيء قدير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن. وإن شاء الله ربي يهديه. ثانيا، النصيحة الثانية: الجأي إلى أفراد العائلة الآخرين، ما هو شرط الإخوة. صديق، نعم، صديق، زميل العامة، ولا أي واحد اللي تشوفيه عنده علاقة طيبة معه. الذي ندركه من واقع الخبرة والتجربة أن الصديق مفتاح الصديق. يا الله. صحيح. ممكن الإنسان خوه بالك ما يقدرش يهضر مع خوه، ولكن الصديق يقدر يهضر معه. صحيح. يقول: وش بيك، وشني هذا، يعني يحاول يستخدم معه من الترغيب والترهيب، ويستخدم معه من الوسائل التي لا يستخدمها ربما غيره. فبالتالي الجي أيضا الأصدقاء نتاعو، وربما الإمام المسجد يعني، وإمام المسجد عادة عنده من السلطة ما يكفي، السلطة المعنوية والقدر داخل القرية أو داخل الحي أو داخل المدينة، اللي يسمح له باش يتكلم معه. يقول: يا فلان أنا أنصحك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدين النصيحة. يجيب له كل هذه الأدلة ويخليه يسمع له. ربما بتدخل ذلك الإمام، بالإرشاد نتاعو، بالتوجيه نتاعو، وبوساطة أي صديق من الأصدقاء، إن شاء الله ربي يهديه ويعود إلى جدة الصواب. أقول لك هذا الكلام لسببين. السبب الأول أنه عندك أجر كبير، راكي صبرتي وزيدي صبر إن شاء الله، نقول لك صبر. السبب الثاني أنه عندك أولاد، وإن شاء الله يتربوا في عزكم، وإن شاء الله ما يتيتموش وباباهم حي. أيوة. لذلك نقول لك نصيحتي: ما تروحيش للطلاق إلا إذا لم تجدي جميع الوسائل نفعا. حاولتي كاع الطرق وما كانش. سمح لي، الطلاق كما يقولوا في لا ميديسين، في الطب، المقص في يد الطبيب. الطبيب لا يلجأ إلى المقص إلا عند الضرورة القصوى، لم تجدي جميع الحلول، جميع العلاجات. الطلاق كذلك في يد الراجل ولا المرأة باش تطالب به، لا يصح اللجوء إليه إلا كآخر حل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبغض الحال عند الله عز وجل الطلاق. فبالتالي ما ننصحكش بالطلاق، ننصحك بالصبر الجميل والنفس الطويل وطلب النصح وتدخل الوسطاء والدعاء، وإن شاء الله ربي يهديه إلى جادة الصواب. الله يجزيك شيخنا سعيد. ونعود ونرجع لسؤالها الثاني، ولكن قبل ذلك
نستمع لأختنا مليكة من تيارت. أخت مليكة. السلام عليكم خويا. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خويا عندي أسئلة على رمضان. تفضل أختي مليكة. كي ندير الحنة في رمضان في النهار تفطر ولا ما تفطرش؟ أيوة. وكذلك الصبيغة كي نديرها في النهار تفطر ولا ما تفطرش؟ صبيغة واش؟ والزيت. واش من صبيغة أختي؟ الزيت كي ندهن راسي بالزيت هكا في النهار في رمضان يفطر ولا ما يفطرش؟ وكذلك خويا كي أختي مليكة. الصبيغة تاع واش؟ صبيغة تاع الشعر هذيك يصبغوا بها مثلا اللون الأصفر أو اللون الأسود أو. أيوة. ومن بعد؟ هاي وخويا والحنة أيوة. تفطر ولا ما تفطرش؟ حتى كي نديرها في النهار تفطر ولا ما تفطرش؟ أيوة. خويا وكذلك الزيت كي ندهن راسي باي زيت هكا شعري كي ندير له الزيت ثاني في النهار يفطر ولا ما يفطرش؟ أيوة. والسؤال ثاني خويا الكحل كي ندير هكا الكحل مثلا في النهار يفطر ولا ما يفطرش؟ والمسواك على بالي تسمع في النهار ما نقدرش نديرو بصح مثلا كيفوت المغرب وندير مسواك في فمي والصباح يبقى هذاك اللون تاعو الاحمر يبقى في فمي يفطر ولا ما يفطرش خويا؟ وكذلك سؤال حبيت نسقسيك على المكياج ما المساحيق والمكياج هذاك كي ندير هكا في وجهي في النهار يفطروني ولا ما يفطرونيش وكما احمر الشفاه كذلك يفطر ولا لا؟ وحبيت نسقسيك مثلا كريمه هكا ولا بوماده ولا حاجه كي ندير بها هكا وجهي البشره تاعي هكا في النهار هاد الحوايج يفطروا خويا ما يفطروش. وحبيت نسقسيك خويا سؤال عامل سؤالين اخيرين. السؤال تاعي خويا السبحه واحد يدير بها كي عندكها في الطاكسي هل جائزه من جائزه خويا نقول مثلا باش تشنيه ونعلقها وكي نعلقها مثلا في الدار تكون هكا تاع مكه ونعلقها في الدار هل نقدر نعلقها ولا ما نقدرش؟ مثلا كنقول كعافي تاع مكه نقدر نعلقها في شيات ولا في حاجه نعلقها ولا ما نعلقهاش؟ أيوة. وجزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك سيدة مليكة وإن شاء الله نجاوبك على أسئلتك جميعها دفعة واحدة. بارك الله فيك. طيب سيدة نادية ننتظر قليلا حتى نستوفي جميع الأسئلة. سيدة فايزة دكتور سعيد وكأنها انسحبت بحياء عندما سألت سؤالها أنا أصلي أذكر الله سبحانه وتعالى أحافظ على صلواتي ولكن بدون حجاب وصراحة يعني انسحبت بحياء حتى لم تتواصل. سيدي ما كيف تجيب؟ والله بارك الله فيك زيدي كملي دير الحجاب يعني هذا واش نقدر نقول. الله يبارك عندك كل هذا اولا صبرك مع هذا الانسان ان شاء الله ماجوره كثير. وزيد نذكرك بأحد الآية قالها ربي في القرآن الكريم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر مر وبقدر مرارته يكون الأجر بقدر الصبر يكون الأجر. عندك الصبر تحمل وهذا الورع إلى آخره وأيضا راكي مقلقة لأن زوجك راه يتعدى حدود الله إذن هذا مؤشر صحة مؤشر خير. وراكي تقولي أنا امرأة وصلي تصلي وتقرأ القرآن وتذكر الله كثيرا كل هذه ما شاء كثيرا. فبالتالي يا أختنا العزيزة زيدي لبسي الحجاب استري روحك. السترة يعني هذه حاجة مليحة بزاف لأن كل حاجة اللي دارها ربي سبحانه وأمر بها القرآن ولا السنة راهي في الفايدة نتاعنا. فبالتالي زيدي استر روحك إن شاء الله تعالى تكوني أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتبرئي ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى. أحسن. وطبعا الحجاب كما ذكر مرارا في هذا المنبر بشروطه الشرعية أن يكون ساتر الجسم كله لا يشف لا يكشف إلى آخر هذا الكلام. والشرط يعني لباس بعينه ثو الصراء أمذا ثمت ثمصر مانيس أما السادسة يسر ربي إن شاء الله كما ستر روحك ربي يسترك في الدنيا وفي الآخرة. ربي يبارك فيك دكتور شكرا جزيلا. طيب نبدأ كأنها أسئلة تقنية أسئلة أختنا مليكة وإجابات تكون بين قوسين ماراثونية شيخنا لأنه حتى نفسح المجال. أولا الحناء في نهار رمضان هل تفطر؟ لا تفطر. كل هذه تقريبا يعني اختصارا أيوة لأنه ما دام لم تأتي من معلش نعطي فرصة للآخرين إن شاء الله. أخت ملكة جزا الله خير. نقول لك كل هذه لا تفطر إنما ذلك الإنسان المرأة مليح تتجنب بعض الأمور في رمضان أحمر الشفاه ومش عارف هذه الأمور مكياج وهذه الأمور كامل يعني بقدر الإمكان الإنسان المرأة تبتعد عن هذه الأمور خاصة في نهار رمضان. خليني يا دكتور لأنه السيدات الكريمات نسائنا وأخواتنا لما سمعوا أسئلة الأخت مليكة استعدوا للإجابة حتى في المتابعة في القناة. الحناء في نهار رمضان لا تفطر. صبغة الشعر أيضا لا تفطر. الزيت للشعر في رمضان الزيت لا يفطر. الكحل في نهار رمضان إذا كان شرط المعيار إذا كان
كي تكحل عينها وبعدين تحس بيه في الحلقة نتاعها. أيوة. في الحنجرة نتاعها. حنجرة بالنسبة في اللغة مش الحنجرة كما حنجرة. حنجرة. تصحيحات وتوجيهات نعم. لغوية. إذا كان يعني حسيتي به دخل هنا في ذوقتيه حسيتي به، نعم هناك تفتر، وإلا لا تفتر. المسواك بعد المغرب وقد يستمر طعمه حتى الغد. لا حرج، درت بعد المغرب حتى ولو استمر يعني أثره بعد ذلك فلا يفتر. أحمر الشفاه في نهار رمضان. أيضا إذا كان الذوق أنت شوف يعني المعيار، خطر كان بعض الأنواع كي ديروا كان تحس بالطعم نتاعو يدخل، فبالتالي هذا يتجنب. أيوة. أما إذا كان ما يدخلش ومطمئنة لذلك فلا حرج في ذلك. وإذا كان عندها شك تزيل الشك باليقين، من باب الأحوط تقضي ذلك اليوم إذا كان حست بالطعم دخل من الحنجرة. المكياج في نهار رمضان لا حرج في ذلك. بعض المراهم ربما لأنه جاي الصيف وكاين مشكل نعم. كبير معه. نعم في الصيف مشكل كبير، وكان عنده هكذا في الجلد إلى آخره، فهذه المراهم لا حرج فيها إطلاقا. تسبيحة يبدو أنه زوج أو أخ سيدة ملكة يعمل تاكسي أو يعمل سيارة أجرة، تسبيحة لما تشبح التاكسي لما تكون تزينها، وقالت عبارة أخي أحمد قالت باش تحميه. أيوة. هذه العبارة اللي استوقفتها. خلاص. إذا كان علقها كما يعلق أي حاجة، ربما بالنسبة ذكره كي يتوقف يستنى مثلا في المحطة يحمل السبحة ويبدأ يسبح، ليس في ذلك حرج، فهي وسيلة لغاية وهي الذكر. ربي سبحانه قال اذكروا الله ذكرا كثيرا. أما إذا كان دارها بنية أنه هذه السبحة يدير يعلقها في الطوموبيل باش تحميه، فهذا مرفوض، خطأ. أيوة. لا يجوز. ونفس الشيء نقول المصحف. واحد يدير المصحف قدام الطوموبيل، مرة واحد داروا في لامال، قال لك نديروا في لامال باش ما تجيش ضربة من اللور. يعني حولوا شغل الإيرباغ شغل البارشوك. لا، المصحف الشريف ما يلزمش واحد يديروا في لامال ولا يديروه في قدام بنية باش يدفع لك سيدة ولا يدفع الأذى، لا ما تديروش لهذا الشكل. والسبحة واحد يديرها بنية باش تحميه، لا، الحامي هو الله، الحامي هو الله. وكذا تعلقها في الدار، تعلقها في الدار لا حرج. أيوة. تعلقها في الصالون ولا في مكان تاع المصلى، كما بعض المساجد تجد بعض السبحة معلقة في المحراب. أيوة. معلقة للمنبر تاع الإمام، يجي أي واحد ينتظر الصلاة، وطبعا مش كل الناس تقرأ القرآن، مش كل الناس تعرف تقرأ المصحف، يجي واش يريح يشوف السبحة يرفدها ويبدا يسبح عادي، كي يكمل يخليها ثم. إذا كان لهذا الغرض فلا حرج لاستثمارها واستخدامها في التسبيح والذكر. أما يديرها باش ترد الأذى ولا ترد العين ولا، هذا لا يصح. أحسن الله إليك. أختنا سارة من العاصمة. السلام عليكم أختنا سارة. خويا جزاكم الله خير. هذا واجبنا أختي سارة. خويا حبيت برك نسقسيك، عندي 3 أسئلة. تفضلي بهم. عندي سؤال الأول، أنا مزوجة وعندي طفلة وأنا ثقيلة. الله يبارك. وراجلي يخدم بصح كي يخدم عند المعلم ديالو يعطي له فايدة. كل ما يدخل 10 ملايين يعطي له فايدة عليها. الو. اي نسمعوك سيدة سارة. ايوه. السؤال الثاني، انا يعني كانت ثقيلة في الشهور الأولى، جوزتي ما قدرتش نهضر معاها، ما قدرتش، ما حملتهاش ولا ماشي غربيت بصح ما حملتهاش وقلت لها سمحي لي، فهمتني وقالت لي سمح. ايوه. والسؤال الثالث، عندي اختي في عمرها 31 سنه، ما صلاتش كامل، وعدت ربي باش تولي تصلي، بصح راهي تصلي وتحبس، وعداتو بصح راهي تصلي وتحبس. ايوه. واش هو المفهوم من هذا؟ نجاوبوا. اختي ساره، سيده ساره، الزوج يعني العلاوه، واش يسميها صاحب العمل؟ واش يسميها علاوه ولا يقول له هذا جزء من الفائده؟ هما عندهم سلعه، هم يجيبوا سلعه من ليترونجي. أيوة. عندهم كل كرتونه يضيفوها فايده، كل ما يبيع بزاف يدي فايده. ايوه. هذا هامش 50 مليون يعطي له فايده 10 ملايين، ولا 100 مليون يعطي له فايده 20 مليون. الله يبارك فيك. هذا هامش ربح. بلا الشهريه تاعو. ايوه، هامش ربح هذا. يعني كي تسمي الفايده سيده ساره كنا نحسبه ربا، والله غير ذلك. الله يبارك. ماشي قول لي برك ولا حلال؟ نجاوبك سيده ساره. الله يجيبهم هكذاك شغل ما لبنش ولا حلال ولا ماشي. الله يحفظك سيده ساره. خيركم. الله يخليك، شكرا جزيلا، ربي يحفظك سيده ساره.
سيدة نادية الاتصال الأخير حتى نستكمل بعض الأسئلة المتبقية وهي كثيرة. نبدأ مع أختنا سارة. يا دكتور، متزوجة طفل، وإن شاء الله ربي يحفظ الطفل اللي في رحمها إن شاء الله، وتسأل على هذا النسبة اللي يأخذها زوجها. نعم، هذه النسبة مباحة ليس فيها أدنى حرج، وكرر لكي المشاهد الكريم يستوعب المسألة. زوجها يخدم في مؤسسة يعني مؤسسة خاصة، يعني امبور اكسبور، ولا يعني خاص عند صاحب العمل، وكان اتفاق أو بلا اتفاق، المهم صاحب العمل قدر من باب التحفيز، والآن راه الآن ما كلام كثير عن المحفزات. نعم. فبالتالي وهذا مما يدعو إليه الإسلام بصراحة. عندي دليل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإذا كلفتموهم فأعينوهم. لي بريم هذو اللي يهضروا عليها الآن راهي عندها أثرها في شريعة الله. فإذا كلفتموهم فأعينوهم. مهم هذا الحديث. نعم. نديروا عليه نعم. برنامج إن شاء الله. نعم، فإذا كلفتموهم فأعينوهم. في حديث آخر فليسمي له أجرا. الأجر واضح، معنى هذا الراتب. ويقول في حديث آخر أعطوا الأجر أجر قبل أن يجف عرقه. ويأتي في حديث آخر صحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا كلفتموهم فأعينوهم. معناه بريم، يعني اون بليس، يعني كما يقولوا تحفيز إضافي. بارك الله. فبالتالي زوجك خدم مليح، باع مثلا مجموعة من الكراطن ولا واش دار، المهم خدمة نتاعو أتقنها خدمته مليح. والمعلم كما قلت صاحب العمل أعطاله الشهرية نتاعو، زاد له هامش ربح. أيوة. هذاك الهامش هذاك الدراهم اللي أعطاله من باب التحفيز. هذا جائز على زوجك، نقولوا حلال عليه وحلال عليكم، ونقولوا صاحب العمل بارك الله فيك. ما شاء الله عليك. بارك الله فيك. الله يجزيك. لأنه لو كان كل أرباب الأعمال يديروا هذا الشيء، يولي هذاك الخدام يجي وهو في غاية القوة. مثل هذه السلوكات من أرباب العمل يعني تفجر الطاقات الكامنة في الموظفين والعمال. فبالتالي إذن يجتهدوا أكثر ويبذلون جهدا أكثر. لماذا نسوي بين هذا وذاك؟ صحيح. إذا كان واحد يخدم الحد الأدنى لو ستريكت مينيموم يخدم، ويجي خدام واحد آخر يخدم بقوة، بكل ما أوتي من قوة فكرية وعضلية إلى آخره، علاش نسوي بيناتهم؟ لا يصح. بارك الله. هذيك يخدم بزاف يحتاج إلى يعني منحة إضافية، فهذه مباحة. شيخنا، في الدقائق البرنامج الأخيرة أختنا سارة تقول أنها في الحمل، وكان بعض الحالات لأخواتنا وأمهاتنا وبناتنا وزوجاتنا في الحمل ما تقدرش تهضر مع شخص معين لسبب معين، وهذا معروفة نفسيا عند النفس والأطباء. هي تقول كأنها تعق أو لا تقوم بواجبها تجاه. هل يجوز لها ذلك؟ يجوز لك ذلك، بل الذي يخاطبك يقول لك لماذا، هذا الذي نقوله لا. لازم تقدر الوضع. بارك الله. قدر الوضع، بالعكس يجب أن ترحم هذه المرأة في هذا الظرف. يسعفوها كما يقولوا، راهي مريضة، تهضر وقت ما حبات، تضحك وقت ما حبات، وهكذا. لازم يسعفوها، عندها ظروف مخففة. أيوة. نعم. الله يبارك فيك. طيب، أختها 31 سنة. نعم. وكأنها نذرت، هي قالت وعدت ربي سبحانه ونذرت أن تصلي ولكنها لا تصلي، تقطع وتعود. ملاحظتان. الأولى، يجب عليها أن تصلي بلا نذر. أيوة. إن الصلاة، ربي قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ذكرنا الآية، وكذلك ربي قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهي فريضة. أما أنها تتوقف وكذا، نقول لها نصيحة لأختك يا الأخت سارة، عندها 31 سنة الله يبارك، لازم تصلي وتقضي الأيام اللي ما صلتهمش. بارك الله فيك. وهو الراجح من ناحية الفقهية، تقضي هذه الشهور ولا هذه السنوات في حدود الإمكان. عندها عدة طرق القضاء. الله يخليك. الطريقة الأولى، كل ما تصلي صلاة الحاضرة، مثلا صلاة الظهر تاع اليوم، زيد لها ظهر تاع القضاء، وهكذا حتى كي تكمل كامل إلى غاية الصبح، معناها كملت نهار واحد. والطريقة أخرى، كل ما عندها طاقة وقوة ووقت يسمح، تروح تقضي، تبدأ الظهر، تبدأ من الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، تصلي يوم واحد، وهكذا تكرر إلى أن تبرأ ذمتها تماما. باسمكم جميعا مشاهدينا الكرام، أشكر فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بويزري على هذا التواصل. أنقل لكم تحية الفريق العامل هذه اللحظة في الخامسة، قناة القرآن الكريم من الجزائر. غدا بحول الله لقاء جديد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.